في نظرك واش كاين هذه الامكانيه ديال دو سيناريو ام لا ما غنمشوا لا، كاين سيناريوهات. انا قلت في البدايه قلت كاين جوج سيناريوهات. سيناريو الامم المتحده انها ستنضبط لبوصله الولايات المتحده الامريكيه. الجزائر خليها لا، ولكن داخله في الجزائر هذاك. اذا انضبطت الامم المتحده انتهى الجزائر لا وزن لها. ماشي احنا اللي كنقولوها، قالها لافروف وزير الخارجيه الروسي، قال انها دوله لا وزن لها ولا قيمه لها على المستوى الدولي بمناسبه الدول التي قبلت عضويتها في البريكس والدول التي لا رفضت. قال بان الدول التي رفضت هي الدول التي لا وزن لها ولا قيمه ولا مواقف. يعني انتهى الكلام. والدليل الثاني على ان هذه الدوله الان ليس لها من خيار بعد هذا الحصار اللي غير في مالي. غنرجع للكلمات ديال هذا الحصار ديال مالي. اين توجهت الجزائر؟ اغلقت امامها الابواب كلها، مشات لتونس، كتشكي على تونس. مشى وزير الخارجيه احمد عطاف الى تونس وكيقول لهم المنطقه مهدده والمستقبل قاتم وسوداوي وخصنا نرص الصفوف. مع من سترص الصفوف؟ مع قيس سعيد الذي دمر الديمقراطيه في تونس وادخل معظم السياسيين الى السجون. والان اصبحت تونس مرتبطه في قراراتها بالجزائر، لان الجزائر تضع سنويا 300 مليون دولار في الخزينه التونسيه لانها عاجزه عن اداء موظفيها. وشكون الثاني اللي استقبلته الجزائر؟ وزير خارجيه ايران، العدو اللدود للولايات المتحده واخر دوله مارقه مع الجزائر في محور الشر في المنطقه العربيه والاسلاميه. اخر دوله اللي بقات فيها بعد الجزائر هي ايران. هم الان الحلفاء ديالهم وهم كيحفروا القبر ديالهم بايديهم. الجزائر لم يعد لها مكان هنا. الولايات المتحده الخياران المطروحان في هذه اللغه التهديديه بسرعه ودون تاخير والانخراط، وهو اما انكم ستنخرطون واما انه ستنزل العقوبات على انكم دوله راعيه للارهاب ودوله تهدد الاستقرار. والان عندنا كل الاوراق. هي مالي، الحرب ضد مالي والحرب في المغرب. يعني الملف جاهز لتصنيف الجزائر من طرف الولايات المتحده الامريكيه على انها دوله تصدر عدم الاستقرار وتهدد الامن والاستقرار وتصدر الارهاب وراعيه للارهاب. احنا الحلول اللي مطروحه في هذه لغه التهديد الولايات المتحده ماشي الجزائر لا قيمه لها الان. الجزائر تجاوزتها الاحداث. عندهم اما انهم غيجيو بقات لهم باب وحده اللي هي ممكن النجاة منها. أحذر منها بلدي ووطني المغرب. أتمنى على صانع القرار في المغرب ألا يعيدوا تكرار الأخطاء أخطاء حسن النوايا التي ارتكبناها طيلة نصف قرن أو 60 سنة مع الجزائر. الجزائر الآن إذا أرادت، لأن الحل الوحيد اللي بقى لها أنها تجي للمغرب وتدق على الباب ديال المغرب. إذا أرادت الجزائر الدخول سواء عن طريق الإمارات أو عن طريق أي دولة أخرى في العالم مع المغرب، فعلى المغرب أن يحضر لائحة الشروط. وأول شرط الاعتراف دون قيد أو شرط بمغربية الصحراء. قبل ما نهضروا في أي ملف اعتراف دون قيد أو شرط. تعويضات ما يزيد عن 40 مليار دولار. وأنا أتحمل مسؤولية الكلام، لأن هناك مسؤولين وخبراء اقتصاديين ومحامين دوليين في تقييم خسائر المغاربة المطرودين من الجزائر سنة 1975 قدروها هذه 10 سنوات ب 20 مليار دولار. هذيك 20 مليار دولار غير الفوائد ديالها غتعطينا 40 مليار. وإعادة الأراضي التي اقتطعت من بينها واحد العرجة بمدينة فيقيق غير في 2021. والتعويضات عن 5000 شهيد مغربي في معارك الصحراء ما بين 1975 إلى 1991. ثم التعويض عن ضحايا هذه الحرب والتعويض عن خسائر المغرب. خصنا نتقنوهم. الآن الجزائر في موقع الاستسلام دون قيد أو شرط وتقديم. أما احنا نقبلوا أنهم يجي يقولوا لنا أنا نعاودوا التفرقة ديال الكارطة ونقبلوا بالشروط. لا. الشروط التي تتحدث عنها الولايات المتحدة هي إما القبول بالحل الذي تقترحه الولايات المتحدة وهو الحل الوحيد، وإما أنها ستخضع لعقوبات الولايات المتحدة الأمريكية. هذا هو المطروح على الطاولة الآن.